يا مساء الفل. هل تفتكر إن الAI ممكن يلغي دور محلل أداء كرة القدم في المستقبل؟ خلّيني أقول لك حاجة ممكن تفاجئك، الإجابة في رأيي لأ، لكن دور محلل الأداء هيتغيّر بشكل كبير جدًا. الAI دلوقتي يقدر يجمّع ويصنّف آلاف البيانات في ثواني، يقدر يتتبع تحركات اللاعبين والكورة، يكشف الأنماط المتكررة، ويطلّع لك تقارير وإحصائيات بشكل أسرع بكتير من الإنسان. لكن تفتكر هل ده كفاية؟ لو لاعب فقد الكورة 10 مرات في نفس المنطقة، الAI هيقدر يقول لك إن ده حصل 10 مرات، لكن مين يقول لك ليه؟ مين هيفسّر هل اللاعب أخطأ في القرار والّا كان بينفّذ تعليمات المدير الفني؟ هل المشكلة فردية والّا نتيجة خلل جماعي؟ هل المنافس هو اللي أجبره على التصرُّف ده والّا سيناريو المباراة هو السبب؟ والأهم إيه الحل؟ هل نغيّر سلوك اللاعب والّا نغيّر تمركز الفريق والّا نحتاج لتدخُّل تدريبي أو تكتيكي؟ هنا بالضبط بقى بتظهر قيمة محلل الأداء الحقيقي. الAI يقدر يقول لك إيه اللي حصل وفين وإمتى وكام مرّة، لكن محلل الأداء هو اللي يقدر يفسّر ليه ده حصل وإزاي نعالجه. وعشان كده أنا شايف إن مستقبل تحليل الأداء مش هيكون للإنسان لوحده ومش هيكون للAI بس، المستقبل هيكون للي يعرف يخلّي الإنسان والآلة يشتغلوا مع بعض. محلل الأداء اللي هيستخدم الAI عشان يوفّر الوقت ويحلل كميات ضخمة من البيانات، لكن في نفس الوقت عنده فهم تكتيكي وقدرة على التفسير واتخاذ القرار، هو اللي هيكون ليه القيمة الأكبر. بمعنى أبسط، الAI مش هيقتل وظيفة محلل الأداء، لكن ممكن يقتل الطريقة القديمة في شغل محلل الأداء. وعشان كده المنافس الحقيقي لمحلل الأداء في المستقبل مش الAI، المنافس الحقيقي هو محلل أداء تاني بيعرف يستخدم الAI بطريقة أفضل. في الحقيقة ده مجرد رأي شخصي، بس يهمني أعرف رأيكم في التعليقات، وكمان ما تنسوش متابعة، لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.